بعد 11 شهر من تولي كامل الحمزاوي رئاسة فريق مستقبل القصرين، 3 أعضاء من الهيئة المديرة قدموا استقالاتهم، والسبب هو أنهم ما عادش يتفاهموا مع الرئيس. الرأي العام في القصرين وسي كمال وسي طيب وقعت في إشكاليات، فهمتني، ناس تحب تنحي وناس تحب تخلي واتصلوا بالمدرب فلان الفلاني، فهمتني، وهذيك معناها الشرارة هذيك منطلقة المشكلة الرئيسية بتاع الوضعية اللي فيها حاليا المستقبل الرياضي بالقصرين. مدرب اخر في مكاني ما نجمش يقعد، خاطر براتيكمون ضبابيه كبيره وكذا، انا نقولها ما نجمش نخلي جمعيتي في الظرف هذا، لكن نتاكد انه اول ما تركح الامور ان شاء الله باش نسحب الانتقال نفسي بالفريق. الانسحاب هذا اجبر الهيئه للدعوه لعقد جلسه عامه انتخابيه استثنائيه حسب ما ينص عليه القانون الداخلي للجمعيه، بوجود قائمه واحده واللي هي قائمه محمد الطيب الغرسلي. لكن وقت اللي كان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات يفرز في الأصوات، تفاجأ بحضور عدل منفذ بعثه كامل الحمزاوي وفي يده حكم استعجالي صادر من المحكمة الابتدائية يأذن بإيقاف الجلسة العامة. اتصل بنا عدل منفذ على الساعة 6:25 وقع اعلامنا بمحضر جلسة تنص على ايقاف الجلسة الانتخابية، وبالتالي نحن توا باش ننفذوا محضر الجلسة، وفي الاثناء باش نشوفوا الهيئة الجديدة اللي هي مترشحة الوحيدة غدوة باش تمارس حقها في التقاضي زاده، واكيد باش نقوم بالاستئناف، ونحن الناس كلنا مستعدين باش نطبقوا القانون اللي باش يقولوا القضاء هذاك. هو محضر جلسة عدل المنفذ كان على الساعة 6:25، هو 6:25 انتهت الجلسة، معناتها القرار هذا وكأنه مش موجود. الآثار القانونية المترتبة على الجلسة تمت. نحن لو يجينا غدوة الحي حاجة تتعارض مع محضر الجلسة هذا نعلنوا نتيجة، لو جينا حاجة أخرى تقول راهو الجلسة باطلة ما نعلنوش النتيجة. الجمعيه دي لو كان انا اليوم تو في اللحظه هذه نقول انا ما عنديش رغبه فيها، نقول ايه بالسلامه تو غدوه الجمعيه دي تتشتت وتغيرني ابناء القصرين، الناس هذوما اللي يدعوه اللي يجروا ويدعوه ما عندهم حتى علاقه بحب القصرين ولا يحبوا الجمعيه ولا عندهم علاقه بالقصرين ولا يحبوها. صحيح كمال الحمزاوي خير الصمت والالتجاء للطرق القانونيه للمحافظه على هيئته، لكن زعما هالتجاذبات اللي يعيشها مستقبل القصرين باش تحل المشكل وتخلي الفريق قادر على الاستقرار ومواصلة مغامرته في الرابطة المحترفة، وإلا باش تدخل الجمعية في مأزق كبير.